خاوتنا السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. انني لاباس الحمد لله. اليوم راح نتكلموا على حقيقة تواصل جمال بالماضي مع لاعب ماكسيم لوبيز، جزائري الاصول وفرنسي الجنسية. خاوتي لاعب نادي ساسولو الايطالي. راح نولوا خاوتي 2019 ونسمعوا تصريح تاع جمال بالماضي واش قال واش ما قالش، وراح نعطيكم التحليل تاعي خاوتي ومن بعد نتكلموا خاوتي. دوكا نسمعوا واش قال بالماضي. Qui est sélectionnable pour l'Algérie, c'est Maxime Lopez. Est-ce que tu lui as sondé? Est-ce que tu as déjà parlé avec lui? Non, jamais parlé avec lui. Songer tous ceux qui ont la possibilité de rejoindre l'équipe nationale d'Algérie, et c'est le cas pour lui. Bien sûr que je supervise, je suis, je songe comme tu viens de dire, mais d'avoir approché, je ne l'ai pas encore fait. Pour plusieurs raisons, et notamment celle que voilà, pour l'instant il est encore en équipe de France, je sais espoir. Je ne sais pas encore ce qu'il en est de lui, un peu ce qu'il voudra pour son avenir. Maintenant, voilà, on va continuer à suivre, on va réfléchir et peut-être qu'un jour on passera le cap de juste songer. خاوتي كيما سمعتوا لي فهم اللغه الفرنسيه او فهم لي ما يفهمش نطولو كيما نقولوا ملخص بالعاميه هكا. تسقسوا جمال بالماضي قالوا له اذا تواصلت كاين لاعب جزائري يقدر يلعب في المنتخب الجزائري ماكسيم لوبيز، اذا تكلمت معاه ولا تواصلت معاه؟ قال لهم لا ما ديريكت هكا. قال لهم لا ما تواصلتش معاه، ولكن كل لاعبين مؤهلين باش يقدروا يلعبوا مع المنتخب الجزائري. قال لهم الحاجه اللي تولي ليها اولا، وحنا رانا كيما نقولوا نخمو ونشوفوا ونتبعوا هكذا خاوتي. ومن بعد نولوا التصريحات تاع ماكسيم لوبيز خاوتي. نعطيكم التحليل تاعي. شوفوا خاوتي، هنا ماكسيم لوبيز خساوه قالوا له تما باش المنتخب الجزائري، ومنا قالوا انا راني مع المنتخب الفرنسي تاع الامال، قالوا ماني نستنى في الدعوه تاع دي شون الالتفاته تاع دي شون باش يعيط لي المنتخب الاول هكذا خاوتي. وزاد قال لهم بلي الجزائر خياري الثاني، وقال لهم بلي انا يما جزائريه ونقدر نلعب في الجزائر، ومن شغل هذا يجرح ويداوي خاوتي. هنا مر 2019 مر مدينه كاس افريقيا كان يجرح ويداوي. ودوكا التصريح تاع بالماضي خاوتي سما لو كان بالماضي انا في رايي كان بالماضي راح تواصل معاه، كان دوكا عاود خرجوا سخساوه كيما سخساوه على عوار، سخساوه على ايت نوري وعلى عدلي، كانوا قاعدين يخسوا على لوبيز ويقولوا له هضرت معاه، يقول لهم هضرت معاه وتواصلت معاه هكذا خاوتي. انا جاب لي ربي مازال ما تواصلتش معاه جمال بالماضي. وراح نزيد لكم حاجه خاوتي اللي هي انه ماكسيم لوبيز هذا خاوتي هناك تقارير قالت باللي الناس لم يتبعوا فيه، قالك باللي الغى الاعجاب من الفيدراليه الفرنسيه ومن لاعبين فرنسيين، وتابع المنتخب الجزائري والفيدراليه الجزائريه، وتابع لاعبين مثل محرز وكذا، كانه يعمل في اشارات للنخب الوطني وللشعب الجزائري، وكذلك شغل هو يسير على خطى مهدي ليريس هكذا دار ليريس خاوتي. موراها عيط له جمال بالماضي. ثم واش معناتها خاوتي؟ معناتها الان راهو غير رايو خاوتي، خاصه بعد ما كيما نقولوا دوكا في عمره 27 سنه ما عيطلوش ديشون وراحوا كوب دي موند وكذا. تما دوكا خاوتي باين بلي بدل رايو، راه حاب يرفد قميص المنتخب الجزائري ويبعث اشاره كيما مهدي ليريس خاوتي كي دار هذو الغى الاعجاب ويعجب بالصفحه تاع الجزائر واللاعبين. هاي عيط له بالماضي وانا نشوف فيها هكذا. هي خاوتي مليحه ولا ماشي مليحه وماشي مليحه؟ شغل انت دايما تدير الجزائر خيار ثاني، ومن بعد كي ما يعيطولكش فرنسا وما يعيطلكش ديشون تولي. ولكن مليحه فاش مليحه خاوتي؟ مليحه في هذا اللاعب انه احنا نحتاجوا في هذا المنصب، نحتاجوا لاعب مثل ماكسيم لوبيز. وانتم خلوا لي رايكم خاوتي في التحليل تاعي وكذلك في من جهه